هو الموضوع كله محمد منير عنده فكر، يعني مهموم بقضايا معينة، بينتقي الكلمات، بينتقي الألحان، بينتقي كل الناس، العازفين، مهندس الصوت، المكان اللي هو بيسجل فيه الاستوديو. كل الناس دي توب، كل الناس دي آه، عامل لها يعني تيونينج على فنه وعلى طريقته. احنا بقى كمستمعين وكمحبين للفن الجميل، فبالنسبة لنا الأغاني دي اتعودنا عليها وشربناها وعرفنا الطريقة بتاعته. وهنا أحب إن أنا ألفت نظركم لتريك كده معين بيعملها الفنان محمد منير، والحقيقة بتجيب نتيجة حلوة جدا مع المستمعين والعشاق بتوعه. بيجي في كوبليه معين ويعمل ديلي او يأخر نفسه لحظة اقل من الثانية في الاداء، بيعلق حرف في كلمة او يطوله بطريقته الخاصة، فبيبتدي تحس كده في لحظة من اللحظات ان هو مش سينك مع اللحن. بعد شوية بتبص تلاقي ان رجعوا بقوا سينك مع بعض تاني، ودي انا بحسها ان هو بيبقى هو اللي مسيطر على رتم الموضوع، مش الرتم هو اللي مسيطر عليه. اسمع كده من اول ثانيه، من اول كلمه ثانيه. هو اخر نفسه في كلمه ثانيه، طولها لحظه، وبعد كده بيرجع تاني اللحن يلضم تاني معاه ويسنك تاني معاه. ودي طريقة دايما الفنان محمد منير بيعملها تقريبا في 70-80% من الأغاني بتاعته، والحقيقة بيبقى ليها يعني طعم خاص كده، واللي هو طريقته مختلفة. اللي انا عايز اقوله ان الفنان محمد منير مش المطرب بتاع يا ليل يا عين. الفنان محمد منير هو حالة، هو مود، هو تركيبة. التركيبة دي بناء عن فكر وفن وقبول. محتاج انك انت تبقى جاهز لانك تتلقى منه الرسالة اللي هو عايز يوصلها لك بالطريقة اللي هو حابب يوصلها لك بيها.